السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد معنا على قناة سوسن شبيهي. اليوم إن شاء الله نقدم لكم طريقة تحضير كراطان الشيفلور والبطاطا. هاد الكراطان سهل في التحضير، تيجي مزيان، يعني تيعجب الكبار والصغار. نحتاجو لتحضير هاد الكراطان المقادير التالية: بصلة محكوكة، شوية ديال الربيع مقطع رقيق، جوج البيضات، واحد المقدار ديال الكريم فريش، قبيصة ديال البزار، قبيصة الملحة، واحد كنور على حسب الذوق ديالكم يكون محكوك، فص ديال الثوم يكون محكوك، وملعقه ديال الزبده. اولا تنبداو تنحضروا العناصر ديالنا. تنبداو بالسليق ديال البطاطا والشيفلور، تنوضعوهم في اناء او كسرونه فوق النار في ماء بارد، كنضيفوا لهم القليل من الملح وتنسلقوهم بطريقه عاديه. بعد ما تيتسلقوا تناخذوا يعني اللاطه اللي ندخلوها الفرن، تندهنوها بشويه ديال الزبده، تنستفوا فوقها القطع ديال الشيفلور والبطاطا اللي كنا قطعناها قطع رقيقه. تنخلطوا المقادير الاخرى مع بعضياتها، تنضربوهم شويه مزيان، ثم بعد ذلك تنكبوهم فوق اللاطه ديالنا فوق البطاطا والشيفلور. تناخدو واحد الكميه ديال الفرماج حمر وتنحكوها على الكراتان ديالنا، تندخلوها الفران يكون سخون. والنتيجه كما تتشوفوا بالصحه والراحه، كراتان ساهل، يعني انا متاكد انه يعجب الكبار والصغار. بالصحه والراحه، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.